السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم اخوتي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو فيما كنتوا داخل او خارج ارض الوطن. اذا اخوتي كما تشوفوا معنا في اليوم جينا في واحد الفيديو اللي غنهضروا على الجريمه ديال اقليم شتوكا ايتباها اللي جات مور الجريمه ديال مارتيل. يعني مازال ما فقناش من الصدمه، من هول الصدمه ديال جريمه مارتيل، فاذا بها كتكون واحد الجريمه واحده اخرى اللي تقريبا عندها نفس يعني ماشي نفس المده وانما نفس الخطه نفس كل شيء. جريمه اقليم شتوكا ايتباها. هذا السيد هذا اللي دابا كتشوفوا في هذا الفيديو هذا دابا كيحاولوا يحرقوا الدماء ديال السيده مسكينه، يعني كما كتشوفوا في الارض في الحيط، يعني في الحيط ديال المنزل ديالها. فهاد الجريمه كيف وقعت اخوتي انه جيران مع بعضياتهم هاد الضحيه او رجل الضحيه وهاد السيد يعني اصدقاء كيخدموا مع بعضياتهم يعني من نفس الدوار. هاد السيد هذا اللي غادي تموت الزوجه ديالته كان يعني نقولوا نيه، نقولوا مازال يعني كيتيق بزاف، كيعاود لهاد صاحبو هذا اللي غيقتل المراه ديالته من بعد، كيعاود ليه بانه عنده شي بركه ديال الفلوس مجامعها في دارو، يعني مخبيها في دارو شي تقريبا مليون او 200 اونص، يعني مخبيها على دوير الزمان. اذا اخوتي هذا المجرم هذا من سمع ديك البركه اللي عند صاحبه في الدار بقات كتبان له غير هي هادشي، يعني اللي كيقولوا الناس شي 3 سيمانات هو مريح من الخدمه كيفكر كيفاش غادي يدير يجيب ديك الفلوس. فواحد الصباح اللي كيخلي الزوج ديال ديك السيده مسكينه يعني اللي هو الصديق ديالو كيخليه حتى كيمشي للخدمه وكيدخل للدار تما ارتكب الجريمه ديالته. فعلا كيقتل السيده مسكينه كيخلي واحد البنيته اللي موراها اللي مازال مالك مسكينه ما كتعرف حتى حاجه، اللي عندها عام ونص، كيخلي راجلها مصدوم. والغريب في الامر اخوتي هو اللي غنخليكم دابا غادي تشوفوه في هذا الفيديو هذا، يعني خارج في عند الصحافه ديال شوف تي في، وكيعطي التصريح ديالو، كيعطي على انه زعما تا هو من الناس ديال الدوار، تا هو يعني حزين لهاد الجريمه اللي وقعت. فنخليكم اخوتي مع هذا الفيديو تشوفوا الحقاره وقمه الخبث ديال هذا السيد هذا. اشنو وقع هنا بالضبط؟ يعني تفضل، يعني عاود لينا. لكن ضرب ليا وجهي احسن، ضرب ليا وجهي ماشي مشكل، ضرب ليا وجهي ماشي مشكل، ضرب ليا وجهي الا بغيت نهضر ضرب ليا وجهي زعما نطيق نضرب. سير اشنو وقع بالضبط؟ السلام عليكم. بعدا اخويا خرجت انا مع 7:30 ديال الصباح. تفضل. السلام عليكم. خرجت اخويا مع 7:30 ديال الصباح، ديت الدري للمدرسه. صافي مشيت من المدرسه دزت ل4 مشيت للقياده. قرب الميكروفون كان ممكن تقرب. مشيت للقياده على حساب شي وريقات بين قادو. من القياده دزت عند الخوادريه عند واحد اختي، ريحت معاهم دما شويه، جيت ملي قاد ديك الوحده جيت صافي لقيت الجريمه كاينه. اشنو لقيتي بالضبط؟ يعني لقيت اخويا المراه ميته، ما عرفتش كاع انا واش مراه نتعب واش راجل. يعني واش هذه جارتكم؟ جارتنا، ومليح عليها واحد الفيلي باش ما كتبان ما والو. يعني هذا اللي ربما هذا اللي قتلها، يعني قرب الميكروفون. هذا اللي قتلها، يعني باشاها باش شوف على حساباش هو شنو قال لي راسو. باشاها صافي يديها هي اللي كتبان، انا مني شفت اليد كتبان اليد بحال ديال الراجل. صافي انا شد داكشي ما قربت ليه ما والو، قلت واه هادي روح هادي تيبان بنادم، يعني بنادم ميت ما كيتحرك ما والو. صافي عيطت للمقدم ديال الدوار، عيط ليه جا. صافي مني جا المقدم صافي عرى المقدم سميتو، شاف قال صافي شنو يعني واش صافي مع هاد السيده يعني فيها اثار ديال فيها ضربات ياك؟ فيها ضربات فيها ضربات فيها الضربات بالضبط فين هنا بلاصه؟ وانا ما شفت داكشي، ما خاطري ما عطاتنيش نشوف داكشي. يعني كيفاش لقيتيها؟ واش كانت مضروبه بزاف؟ عرينا حنا على وجهها، شفناها وجهها صافي هادشي اللي فيها الدم، يعني
فيها الدم في يديها وفي وجهها، يعني مضروبه بزاف. وكيقولوا مضروبه بزاف، الناس اللي شافوها كيقولوا مضروبه بزاف. واش يعني هذاك المنظر ما قدرتش احاول ما خويا ملي شد داك المنظر ما قدرتش مازال نشوف فيها مره اخرى ولا شي حاجه، صافي الخاطر ديالي يعني ما تحرك. وهادشي اللي عطا الله. وهاد السيده يعني عندها شي عداوه مع شي حد شنو؟ خويا اش غنقول لك، ما السيده اللي عمرها دار درويشه ما كتخرج مجوجه هي. عندها شي وليدات؟ عندها بنيه عندها عامين. صافي هادشي اللي عطا الله. واش هي باطيه ساكنه هنا يعني؟ تقريبا شي عامين تقريبا. ساكنه فقط هي وراجلها صافي وبنيه ديالها. واش مات كان راجلها ولا ما كانش؟ لا كان في العمل، كان في الخدمه. كان في الخدمه. يعني ما كانش حاضر ليها كاع. لا ما كانش حاضر لا. ولقاو يعني عرفوا اللي مازال المهم جات الشرطه العلميه، مازال هادشي ما بان. جات الشرطه العلميه، المهم راه هزوا البصمات ديالهم والمسائل ديالهم، تصوروا داكشي، وراه ما يكون اخي المجرم غيبان. يعني ربما عمركم شفتوا بحال هذه الكارثه يعني؟ اخويا بالنسبه لي انا اول مره كنشوف انا هادشي. هادشي اللي عطا الله. ما قدرتيش يعني ربما تنسى هادشي، صدمتي؟ واخويا والله اش غنقول لك، والله الا من الصباح ملي شربت عند خوادري واحد الكاس ديال اتاي صافي من تما ما بقيت كليت مازال. واش يعني ضربات في الدار وخرجت ربما ولا؟ اخويا ما الدار قالوا ما فيها دم. الدم كاين من العتبه ديال الباب لهاد القنت هادي. يعني لقيت واحده العتبه ديال الباب. نعم. شنو كطلبوا نتوما الجيران ديالها؟ اخويا انا تيبان لي هنايا كاع ما خدامش ليا مازال هنا. انا مزيرني غير واحد الدري باقي كيقرا، وانا كاع ما خدام ليا هنا كاع. اخويا دابا المراه الله الا كتقفقف، المراه دابا ولات خايفه، المراه خايفه من المخزن دروك. ما عندهاش مع المخزن، ما كتمشيش بزاف هنا. كان المخزن بزاف هنا اخويا، كان المخزن بزاف. كانت الدار كانت اصحاب المسرح الجريمه كان. وشكرا. اذا اخوتي كما شفتوا معنا، فالمجرم خارج كيهضر بكل ثقه في النفس. ما بقات فيه السيده اللي قتل وخلات موراتها البنت، ما بقى فيه صاحبه اللي غدروا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فما بقى ما يعجب صراحه، ما بقى ما يعجب في هاد البلاد هذه. جريمه مور جريمه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكنتمناو له ينال الجزاء ديالو، ينال اشد العقاب، لان ماشي سهله باش تجي يعني تسلط على عائله وتشتت ليهم الشمل ديالهم. فراه ماشي سهله خوتي. فكنتمنى يعني من القضاء يعطي لهذا المجرم اقصى العقوبات، لانه فعلا كيستحق. وإنا لله وإنا إليه راجعون.